أنا اسمي عبد الرحمن. زي أي حد بيحب التحدي، بدأت سلسلة هارد كور جديدة، بس كنت عايز حاجة مختلفة. لقيت ملف قديم على منتدى أجنبي مكتوب عليه تحديث تجريبي ممسوح 1666. حملت الملف وشغلت اللعبة، ومن هنا بدأت الكارثة. أول ما دخلت العالم كان المنظر كئيب جدا، شجر ملوش ورق والسماء لونها رمادي وبتمطر. قلت لنفسي عادي، أكيد ده مضرب صاحب الملف ضيفه عشان يعمل جو. بدأت أجمع خشب، بس لاحظت إن صوت تكسير الخشب مكتوم، كأن اللعبة مخنوقة. بنيت بيت صغير فوق تلة عشان أحمي نفسي، لأني في وضع الهاردكور، يعني الموتة الواحدة معناها نهاية السلسلة. قضيت أول ليلتين وأنا سامع أصوات غريبة برا البيت، أصوات كأن حد بيحفر تحت البيت. بس لما كنت بنزل أشوف مكنتش بلاقي بلوكات متكسرة. في الليلة التالتة سمعت صوت خطوات برا البيت، خطوات تقيلة، وفتحت الباب وبصيت ملقتش أي حد. بس لما لفيت وشي شفت لافتة محطوطة في نص الأوضة عندي، مكتوب عليها جملة واحدة: ما تبصش وراك يا عبد الرحمن. جسمي أشعر، سألت نفسي اللعبة عرفت اسمي الحقيقي ازاي، واختصار قناتي عرفته منين؟ وقبل ما استوعب بصيت من الشباك، لقيت كيان لونه اسود واقف من بعيد وبيراقبني. كان واقف وسط الشجر الميت وما بيتحركش، وبعد كده اختفى في لمح البصر كأنه اتبخر. في اليوم الرابع ما كنتش قادر اقعد في البيت، الخوف كان بيخنقني. قررت اتحرك واستكشف العالم. مشيت لمسافات طويلة لحد ما لقيت القرية، بس ما كانش فيها قرويين خالص. البيوت كانت فاضية تماما والأبواب مفتوحة. وفجأة لقيت على الأرض علامات غريبة بالريدستون مرسومة قدام البيوت بتاعة القرية، علامات غريبة كأنها لغة مش مفهومة. حاولت أدور على أي قرويين تحت الأرض أو في المزارع، بس ما لقيت أي قروي. فجأة الدنيا بقت بالليل في ثانية، والشمس سقطت من السماء كأن حد سحبها. جريت بأقصى سرعة ناحية بيتي، ما كنتش شايف قدامي من الضلمة. وهناك شفت الكيان نال، كان موجود في كود اللعبة. كان عبارة عن شخصية بسكن اسود تماما، ملوش ملامح، وواقف قدام بيتي كأنه مستنيني. الكيان ده بدأ يكتب في الشات بسرعة رهيبة: I will lose your world، أو بالعربي أنا هخسرك عالمك. فجأة الشاشة بدأت تتهز بعنف، والهارتس بتاعتي بدأت تنقص لوحدها قلب ورا التاني. رغم اني ما كنتش جعان ومحدش بيضربني، حاولت اقفل اللعبة لكن زرار التليفون علق تماما. الجهاز كله كان متجمد، والتليفون بدأ يسخن في ايدي لدرجة مرعبة خلتني خفت انه ينفجر. في اخر لحظة قبل ما قلوبي تخلص، الكيان ده قرب مني قوي لحد ما وشه لزق في الشاشة، وسمعت صوت همس طالع من سماعة الموبايل بيقول: نزل الفيديو ده يا عبد الرحمن وخليهم يعرفوا اني جاي. اللعبة قفلت لوحدها، والملف اتمسح من الجهاز تماما كأنه ما كانش موجود. لما فتحت مجلد تسجيلات الشاشة لقيت فيديو غريب مدته 10 ثواني، مفيهوش غير صورة لبيتي اللي تعبت فيه وهو بيتحرق، وفي نص النار لافتة مكتوب عليها: عبد الرحمن is next. من يومها وانا بقيت اخلي بالي من الملفات اللي انا بحملها، وبقيت اخاف افتح ماينكرافت وانا لوحدي في الضلمة.